القحطاني قال حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا محمد بن مزيد ابن أبي الأزهر البسنجي حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال بين نحن بفناء الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا إذ خرج علينا مما يلي الركن اليماني شيء عظيم كأعظم ما يكون من الفيلة. قال فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صفحة 57 لعنت أو قال خزيت. شك إسحاق فقال علي بن أبي طالب ما هذا يا رسول الله؟ قال أو ما تعرفه يا علي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا إبليس فوثب إليه فقبض على ناصيته وجذبه فأزاله عن موضعه وقال يا رسول الله أقتله؟ نعم موضعي. يا رسول الله أقتله؟ قال أو ما علمت أن قد أجل إلى الوقت المعلوم؟ إلى الوقت المعلوم. فتركه إلى الوقت المعلوم. قال فتركه من يده فوقف ناحية ثم قال ما لي ولك يا ابن أبي طالب. هنا كلام الشيخ أحمد بدأ من هنا. طيب ما لي وما لك يا ابن أبي طالب والله ما أبغضك أحد إلا وقد شاركت آباه فيه. اقرأ ما قاله الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. قال ابن عباس ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد ورد لي في الصلاة فأخذت بحلقة فخنقته فإني لأجد برد لسانه على ظهر كفي ولولا دعوة أخي بحلقه يعني مو حلقته. نعم أنا بقول لك الرواية. قلت حلقته ما قلت حلقه. إيش؟ بحلقه فخنقته. بحلقه بحلقته. تتعلم اقرأ. يا عمي انت جيت في حلقه. انا ليا الشاهد اللي الشيخ احمد بطره طبعا. انت قلت في حلقه اقرا عدل. ما تعرف تقرا لا تحاول اذا ما تعرف تقرا. يا عمي اسكت بس اسكت عارفينك اللي هو اوجعكم حسام. طيب اسناد هذا الحديث حسن ورجاله كلهم ثقات الا ابن ابي الازهر. ده اللي ما ذكروش الشيخ احمد الجعفري اللي بطر كالعاده. خلاص هو معطول حسن يستشهد في الحسن. خلاص اسكت شويه بالله عليك يا حاج وعد. يعني حتى نبين تدليس الشيعه الاخ حتى بيدافع في التدليس. تخيل تبين تدليس احد يدافع في التدليس ايضا هؤلاء الشيعه. طيب تمام. والقصه الاولى منكره جدا من هذا الطريق وانما نحفظها باسناد اخر وهو انبانا علي بن احمد عن الى الاخره. تمام. هذا الشيطان الرجيم قلت الى اخره. وهكذا رواه القاضي ابو الحسين ابن الاشتاني تمام عن اسحاق بن محمد النخعي وهو اسحاق الاحمر وكان من الغلاة واليه تنسب الطائفه المعروفه بالاسحاقيه وهي من يعتقد في علي الالهيه. واحسب القصه المذكوره في الحديث. هاي وين هاي بتاريخ البغدادي لو انتقلت لها كتابه؟ نعم تاريخ دمشق. نعم تاريخ دمشق ولا تاريخ بغداد؟ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جزء 4 صفحه 57. طيب من هنا وركبت على ذلك الاسناد والله اعلم. شيخ احمد الجعفري لحظه انت قريت بس انا والله بس اريد اتابع. انت قريت وانما نحفظها باسناد اخر واهن. ايوه. انبانا علي بن احمد بن عمر المقرئ حدثنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حتى عن الأعمش عن أبي وائل قال علي بن أبي طالب رأيت النبي صلى الله عليه وآله وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه فقلت من هذا الذي يلعنه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال هذا الشيطان. فقلت له ريحنك. يقول وهكذا رواه القاضي أبو الحسين ابن الأشناني عن إسحاق بن محمد النخعي وهو إسحاق الأحمر وكان من الغلاة وإليه تنسب الطائفة المعروفة بالإسحاقية وهي ممن يعتقد في علي الإلهية. وأحسب هذه القصة المذكورة في الحديث سرقت من ها هنا وركبت على هذا الإسناد والله أعلم. إلى هنا كملت؟ نعم. طيب أريد أناقش وياك هذه الرواية ممكن؟ طيب خليني بس أحط تعليق وأتناقش شوية.
طيب اذا الشيخ احمد الجعفري يا اخوه لما اتى قال لك اسناد صح حسن ووقف. ليه ما يكمل كعادة الشيعة جميعا؟ يعني ما يكمل ولا يبين لك انها منكرة عندنا ووضح لك من المنكر، تمام، وقال لك كلها ثقات الا فلان اللي هو ابن ابي الازهر، ووضح وقال لك مسروقة من اسناد تاني من حديث تاني، تمام، والحديث عن ابن اسحاق والاحمر وهو من الغلاء الذي كان يعتقد في علي الالهية ومنها. خلاص يا حاج سقطة عندنا، ليه تيجي تلزمنا بشيء ساقط؟ يا حاج يا شيخ احمد خليك رجل علمي، تخيل رجل علمي يعني. تسمح لي اعلق؟ تفضل يا حاج وعد اسمع. طيب خليني اتكلم يا وعد اللامي يا اخي مو شيخ حسام ده كلمه يا ابو عبد الملك. لا انا ما عليه، انا ما عليه من شيخ حسام. شيخ حسام يتكلم نصف ساعه وما يعرف يتكلم. لين ما يشتم، لين انت تشتم ما يعرف يتكلم. شو عيب عليك تسيء الى ضيوفي. دينكم كله شتم. لحظه ليش تقول ما يعرف يتكلم؟ يعني انت اللي تعرف تتكلم، انت ما تجي الى نصف علم حسام، نصف علم. خليني اتكلم دقيقه وامشي. يعني الله وكيلك، لو ردت هسه اجيب لي كيلو وربع زنديق يجوز القى الربع كيلو ما في بالسوق، خلصتن كافي. مو قلت لي كم مره زنديق دي مو افتهمنا. ايش فيك انت؟ حتى العالم فهمت. شوف لك شتيمه الاخ شويه يعني، غير. مو افتهمنا. شتمتني واهلي وعائلتي، ما خليت واحد ما شتمته. شنو مسوي لك ما ادري انا شنو يا ابو عبد الملك. شوف حورت انا شنو مسوي لك خطا حتى تغلط علي وعلى اهلي؟ شنو مسوي لك غلط؟ انت كل يوم تطعن في الاسلام، اي تطعن في الدين، تطعن في القران، تطعن في الصحابه، وانت عندي اكثر من ابو لهب ونتنياهو واريل شارون. ليش انت اكثر من وين؟ لحظه يا اخي اقسم بالله الجعفري هذا شيخك اكثر من ابو لهب. اقسم بالله وكل الذين يؤيدونك ويتبرعون لك، اقسم بالله لو تبرعوا للخمارات كان اهون، لان الخمر من كبائر الذنوب لكن ليس كفرا. الذي يشرب الخمر عاصي وآثم لكن ليس كافرا. اما انتم بس لحظه، شفت اخواني يقول لك روح بدل ان تعطي لقناه الصديقه الزهراء روح اشتري خمر افضل لك. شفتوا كميه الحقد على هذه القناه؟ سنه جده معاويه شنو تغير؟ هو نفس الشيء ويزيد، ما تغير شيء. يتبع الشجره الملعونه هو هذا ابو عبد الملك. يقول لك انه هذول اللي يتبرعون لو يذبوها على الخمره ولا يتبرعون لقناه الصديق الزهراء. لا ايش قد حاقد هذا؟ اعوذ بالله. اسال الله ان يغفر لك، اي والله اسال الله ان يغفر ذنوبك. شوف ابو عبد الملك، كلمه اخيره ارجع للاخ حسام. ابو عبد الملك، اسال الله ان يغفر لك ذنوبك، واسال الله ان يرحم والديك، واسال الله ان انت قلت لي عندي اولاد وعندي احفاد، اسال الله ان يحفظ اولادك واحفادك. ووالله يا اخي مهما فعلت سوف نبقى نتعامل معك باخلاق اهل البيت. طبعا ما استطعنا، من نحن حتى نصل، لكن ما استطعنا. لكن صدقني اذيتني، يعني ان تصل بك المرحله انه تقول انه هذا يشيل امواله ويعطيه للخماره ولا يعطيه لقناه ترفع الصلاه على محمد وال محمد شعارا لها، مع الاسف والله. طيب اخونا حسام، انت قلت تفضل ناقشني. اولا هو قال اسناد حسن ورجاله كلهم ثقات الا ابن ابي الازهر. اذا الكلام الثاني اللي تفضلت به هو عن القصه الاولى وليس الكلام عن الروايه اللي ذكرها الجعفري، صح؟ لا طبعا. تفضل. فيش الكلام ده. تفضل. طيب عن الروايه اللي ذكرها الجعفري اقرا السطر ممكن انا غلطان. طيب اسمع كده حاج واحد.
هو ذكر روايتين، تمام. الروايه الاولى اللي ذكرها، تمام، الشيخ احمد الجعفري، وبعدها الروايه الثانيه، تمام، اللي هي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد عرض لي في الصلاه. هذه الروايه الثانيه، هو ذهب لون الاول، تمام، اسناد، تمام. لا هذه مال الغلاة والهاي حسام اللي قريناه، هي القصه الاولى يا حاج. لا هدوء، الكلام اللي قريناه مال الغلاة هو على القصة المركبة الثانية. لا يا حاج، الغلاة على الثانية، احنا ما لينا دخل، احنا بنتكلم على لا اسمع ماذا يقول، اسمع اخ حسام. يقول لا أريتكموه مربوطا بالسارية تنظرون إليه. القصة الثانية يا حاج وعد، خلينا في القصة الأولى. هي القصة الأولى، أيوه القصة الأولى. أي قصة حاج وعد اللي هي فيها يا حاج وعد؟ قال هذا إبليس فوثب إليه فقبض على ناصيته وجذبه فأزالوه عن موضعه. أحسن. وقال يا رسول الله أقتله. لا بعدي قال أقتله. قال أو ما علمت أنه قد أجل إلى الوقت هاي في نفس السياق، بعدنا ما كمل. أيوة هذه القصة الأولى. كمل. قال فتركه من يدي فوقف ناحية ثم قال بعدنا، ثم قال يا لا خلينا نكمل كلامه. ثم قال ابن عباس لقد عرض لي في الصلاة فأخذته بحلقه لا بطلت انت كده يا حاج. ثم قال ابن عباس حدثنا رسول الله، لا تنسى دي قصة ثانية. ثم قال ابن عباس، نعم. أيوة. ثم قال ابن عباس ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله لقد عرض عليه الصلاة إلى آخره مربوطا على هذا. ثم قال إسناد هذا الحديث حسن ورجاله كلهم ثقات، والقصة الأولى منكرة من هذا الطريق وإنما نحفظها بإسناد واهي. إذن القصة الأولى سندها واهن، منكر، إسناده منكر. أحسن. هو هذا كل أنا الوقفة هذه شو وجه النكارة في هذه القصة؟ الله أكبر الله أكبر. شوفوا يا أخوة، الآن الحاج وعد الآن حينما أتى الشيخ أحمد الجعفري، ما هو ده الإشكال عند الشيعة، دايما يقعوا في هذا. الشيخ أحمد قال لي أنت مين؟ اتبع قول علمائك، ما تأتي من عندك وتقول لنا، تمام، ابن الجعد وما ابن الجعد، وانت اللي تحقق وانت اللي تقول. الآن أنا سألتك شو وجه النكارة؟ خليني بس أوضح شيء بس. تمام. لما أتيت أنا وقلت له غريبة مع إن الحاج وعد يخالفك في هذا، وقال لي وإن قال المجلسي شنو وجه النكارة؟ أيوه الحاج وعد يقول لي وجه النكارة. طيب بالله عليكم أنا أحتج بمين؟ أروح أحمد الجعفري، تمام، وعلى مبانيه أنا أتيت على ما هو قاله. الآن نضرب بالشيخ أحمد الجعفري. طيب ما وجه يا حسام؟ أنا الآن أناقشك، أريد أعرف شنو وجه النكارة. نحقق فيها يا حاج وعد ونبقى نسأل إن شاء الله الخطيب البغدادي ونشوف ما هو وجه. هذا الكلام العلمي وأنا أحترمك، لأنه يقول اعطوني مجال أشوف شنو وجه النكارة وأرجع لكم، هذا لك. طيب الآن شو عندك المسألة الثانية؟ اللي مربوطين ببعض والموضوع انتهى هنا. حق واحد. لحظة الخطيب البغدادي كان متأكدا أم قال أحسبه؟ لا بيتكلم أحسبه إنها ركبت من هذا السند. إذا هو ما متأكد لأنه هي حسنة، هي سندها حسن، فهو يقول أحسن. البغدادي قال إسناده حسن. خلاص إسناده حسن، ولكنه قال يعتقد أنه مركبة، والله أعلم ما متأكد الخطيب البغدادي، لا تدلس. يا حبيبي حدث الإسناد الحسن ما ليها دخل، الإسناد الحسن لا الإسناد الحسن الرواية الحسنة يستشهد بها، لأن هاي الرواية لها شواهد أخرى رواها الجزري في كتابه. اسمع رواها الحافظ الجزري. اسمع ولا انزلك كم مرة اقول لك لما اتكلم تسكت.
ابن الجزر الشافعي المتوفي 833 أخبرنا الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس السنة الطويل يقول: كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب، فإذا رأينا أحدهم لا يحب علي بن أبي طالب علمنا أنه ليس منا وأنه لغير رشده. قوله لغير رشده هو بكسر الراء وإسكان هلا حبيبي عبد الملك، أنت حبيبي صراحة، اسكت شوية. أي يقول أي ولد الزنا، وهذا مشهور من قبل وإلى اليوم معروف أنه ما يبغض علي رضي الله عنه إلا ولد الزنا. إذا الرواية إلى شواهد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا أنصحك يا حسام أن تعرض الDNA مالتك على مختبر وأنا أدفع لك فلوس. طيب. أولا الخطيب البغدادي حينما تكلم عن الرواية قال الإسناد، يقول: إسناد هذا الحديث حسن ورجاله كلهم ثقات إلا ابن أبي الأزهر، والقصة الأولى منكرة جدا من هذا الطريق. طيب إسناد حسن، منكرة ليش؟ إذا منكرة المتن عنده، وإنما نحفظها بإسناد آخر واهن جاء بالإسناد الواهي ثم تكلم وقال: وهكذا رواه القاضي أبو الحسين الأشناني عن إسحاق عن إلا أن يقول: أحسب القصة المذكورة في الحديث الأول سرقت منها هنا وركبت على ذلك الإسناد. يحسب. طيب. يحسب. لا تنسوا من الدعاء، لا تنسوا والدي من الدعاء، وأبو كريم وسيد ميثم وكل الأخوة. ومرة أخرى أقول جزاكم الله خير.